في هذه القافلة أردنا أن نشعر هذا الشخص بالدفء وأن نعيد إليه الاعتبار كحقوقيين، وأن نقر بأن هذا المتحف يتضمن بالفعل، وهذا ما وقفنا عليه، أن المتحف هو غني بالوثائق التاريخية وغني بالصور وغني بالمعطيات التي تؤرخ لفترة المقاومة المسلحة ضد المغرب. الذي في مصلحته تحريك هذا الملف هو الذي أزعجه وجود هذه اللقي، هذه المتلاشيات بين قوسين التي توثق لفترة المقاومة المسلحة وجيش التحرير في مقاومته للاستعمار الفرنسي، والذي كان يعتقد بأنه هو الجهة ذات الاختصاص التي يجب أن تسهر على هذا الجو. فتصوروا معي لولا مجهود هذا الشخص هو مجهود فردي إضافة إلى مساعدة أفراد عائلته، لكان مصير هذا ما تم حجزه هو أن يتم دفنها في تراب وفي أتربة الصحراء، أو في وجودها في أسواق بيع المتلاشيات، أو وجودها في النفايات، في أماكن النفايات. فيما يتعلق بما حاولنا أن نصل إليه خلال الندوة الصحفية يوم 15 أكتوبر، والتي اعتبرنا فيها بالفعل بأن الذي قد يكون حرك هذه المتابعة وهو المندوب السامي لمقاومة أعضاء جيش التحرير، الذي طلب من رئيس الحكومة باعتبار مسؤولية رئاسة الحكومة على المندوبية السامية، الذي طلب منه أن تتم محاكمة هذا الشخص. ما صرح به الأستاذ عبد القادر في ندوته، والذي قال بأن المندوبية السامية أنها تنوي وتعتزم إقامة متحف، وبالتالي أن هذا المتحف في هذه المنطقة سيكون فقيرا ومفتقدا إلى المصداقية التاريخية إذا لم يتضمن ما يتضمنه متحف السيد إبراهيم النوحي. إذا كان لابد من أن يتم السطو على تلك الأشياء والمحتويات التاريخية القيمة بطريقة أخرى، تحريك المتابعة والحجز القانوني، وبالتالي إحالة على الجهة المختصة اللي هي المندوبية السامية. إذن الأمر الأول الذي يؤكد بالفعل تورط المندوب السامي. الأمر الثاني هو الشهادة التي قدمها صديق المقاومين، صديق السيد إبراهيم النوحي، لما استقبلونا عند مدخل مدينة أقا، وقال: لقد اتصلت بالسيد مصطفى الكتيري المندوب السامي واستفسرته عن ما يقع للسيد إبراهيم النوحي، فقال: هذاك الشخص في الحقيقة راسو قاصح، أنا عييت معاه باش نوصلوا انا وياه لشي حل ويسلم لنا هذيك الامور، ولكنه ما بغاش. اذا هذا يعني بانه بالفعل ان السيد المندوب السامي للمقاومه اعضاء جيش التحرير اعتقد ان له مسؤوليه كبرى فيما يتعلق بهذه المحاكمه التي تعرض لها السيد ابراهيم النوحي. اذا اين كان مصطفى الكتيري لما كان ابراهيم النوحي يتابع؟ على الاقل كان المجلس الوطني للمندوبيه الساميه او المندوب السامي أن يعلن في بلاغ تضامنه مع هذا المقاوم الذي له بصمات قوية فيما يتعلق بتاريخ المقاومة وجيش التحرير المغربية. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يعني ساهم في تنظيم هذه القافلة الحقوقية التضامنية مع إبراهيم النوحي على إطار المحنة التي يمر منها بسبب الحكم الجائر الذي صدر في حقه، لمجرد أنه يعني يتوفر على متحف يزخر يعني بآثار تعود إلى مرحلة المواجهة بين جيش التحرير بالجنوب والاستعمار الفرنسي. الحقيقة هو غير كافي، بل سنستمر في خطوات نضالية أخرى حتى يعني تتعقل الحكومة وتتراجع من خلال مؤسسة القضاء على هذا الحكم الجائر.